بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وتحياتي لكل المتابعين في ملعب السير. النهارده معانا مباراه كل الجماهير المصريه وكل جماهير الوطن العربي بتنتظرها، مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك. طبعا كل الجماهير قلقانه وكل المتابعين عايزين يعرفوا يا ترى مين اللي هينتصر في المباراه دي، وعشان كده النهارده معانا في ملعب السير من خلال تحليلنا نعرف مع بعض مين اللي هيكون اقرب للانتصار. وطبعا دلوقتي حال جمهور الاهلي صعب ومحدش يتناقش معاهم. اقعد يا عم العرب هنا، اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله، اقعد يا عم انت وهو، اقعد. ليه؟ زي ما حضراتكم شايفين في اللقطه اللي تابعناها مع بعض، وتعالوا برضو نتابع حال جمهور نادي الزمالك. خطيره وهوبا والهدف، يا نهار ابيض. حال المشجعين هيكون صعب جدا، الكل قلقان الكل متوتر. ده يخلينا نتكلم في اول نقطه، عايزين نوجه رساله لكل المتابعين سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك وكل الجماهير في الوطن العربي. بنوصل رساله انه لا للتعصب على كل المستويات وكل الاصعده، سواء اللعيبه او الاجهزه الفنيه او ادارات الانديه او بالنسبه للجماهير. مهم جدا ان احنا نطلع بالشكل اللي يليق بالكره المصريه. بنقول ان كره القدم منافسه شريفه، من حق كل جمهور ان هو يشجع فريقه وان هو يكون متحمس له وان هو يكون فرحان لما ينتصر، والفريق اللي يخسر نقول له هارد لك. ولكن في النهايه مش مقبول فكره التعصب ومش مقبول فكره التراشق اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وفي جميع وسائل الاعلام. ده اللي من خلال ملعب السر النهارده دي الرساله اللي بنوجهها لكل المتابعين، وان شاء الله تكون مباراه جميله تليق بمستوى الكره المصريه والكره العربيه. تعالوا بقى نتعرف على بعض المعلومات بالنسبه لمواجهات الفريقين في البطولات والمحافل الافريقيه. بالنسبه لمواجهات الفريقين 10 مباريات قاريه، 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا، ومره في كاس السوبر الافريقي عام 1994 وفاز بيها نادي الزمالك بهدف النجم ايمن منصور في الدقيقه 86 في جوهانسبرج في جنوب افريقيا. ده بالنسبه للقاء السوبر الافريقي الوحيد اللي اتلعب ما بين الفرقتين. بالنسبه بقى لمباريات دوري ابطال افريقيا، الاهلي فاز في 6 مباريات وتعادلوا في 3 مباريات. الاهلي احرز 18 هدف والزمالك احرز 11 هدف. بالنسبه لتاريخ المواجهات الفرقتين واضح ان في تفوق نوعي بالنسبه للنادي الاهلي في المحافل الافريقيه، وده يخلينا بقى نتكلم في تحليل المباراه. بالنسبه لمباراه النهارده هم سيناريوهين، ما فيش سيناريو ثاني للمباراه دي. السيناريو الاول النادي الاهلي معنوياته افضل، فاز ببطوله الدوري، وفي اخر مباراتين امام جورماهيا في بطوله دوري ابطال افريقيا استطاع ان هو يفوز 6-0 3-0 ذهابا و3-0 ايابا. عنده الرغبه وعنده الحماسه، واللاعيبه اللي موجوده سواء وسام ابو علي اللاعيبه الجديده اللي دخلت على الفريق، يحيى عطيه الله، رضا سليم، اشرف داري اللاعب المغربي المدافع. الفريق عنده الرغبه وعنده الحماسه ان هو يحقق بطوله مع النادي الاهلي وان هم يدخلوا التاريخ، وخاصه ان المواجهه مش مجرد ان هي نهائي كاس سوبر افريقيا، ده انت كمان بتلاعب فريق كبير جدا زي نادي الزمالك، فبالتالي المباراه هيكون ليها مذاق خاص. النادي الاهلي من البدايه مش هيفرط في المباراه وهينزل بشكل هجومي قوي. هنا بقى النقطه الفارقه بالنسبه للمباراه، لو نادي الزمالك استسلم لان النادي الاهلي هو اللي يتحكم في ايقاع المباراه، خاصه لو النادي الاهلي قدر ان هو يحرز هدف في اول ربع ساعه من المباراه. المدير الفني جوميز لفريق نادي الزمالك كورته هجوميه، علشان كده بنقول ان دايما مباريات النهائيات تغلب ولا تلعب، ده الشعار الاساسي في مباريات النهائيات. فبالتالي فكره ان نادي الزمالك يفتح خطوطه ويهاجم امام النادي الاهلي، اعتقد الامور هتكون صعبه جدا وممكن يكون سيناريو كارثي لو لاعيبه الزمالك كمان مش في حالتها، وخاصه ان في عناصر جديده داخله على الفريق زي محمد حمدي الظهير الايسر، كونراد ميشيلاك اللاعب البولندي، وطبعا لو بدا بعبد الله السعيد، لان مهم جدا ان انت ما تبتديش بلاعيبه في منطقه وسط الملعب عندها بطء، لان انت هتحتاج لاعيبه يكون عندها التميز في الادوار الدفاعيه. لو ابتدى بعبد الله السعيد انا شايف برضو ان دي هتكون نقطه ضعف بالنسبه لنادي الزمالك. فده السيناريو الاول، اعتقد ممكن يكون سيناريو جحيم مش مجرد خساره عاديه. السيناريو الثاني اللي هتكلم فيه ده اللي من خلاله الزمالك يقدر يحقق انتصار. ولكن قبل ما نتكلم في السيناريو الثاني، كله يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك وكله فعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. السيناريو الثاني ان نادي الزمالك مهم جدا تعرف امكانياتك، ومهم جدا تعرف نقاط القوه فين ونقاط الضعف فين اللي عندك علشان تقدر تتعامل مع المباراه بشكل جيد وتقدر تحط تشكيل متميز. نادي الاهلي خلال اخر 30 مباراه خسر مباراه واحده، نادي الزمالك خلال اخر 30 مباراه خسر 8 مباريات، ودي مقارنه عملناها لحضراتكم. النادي الاهلي احرز في بطوله الدوري اللي انتهت 75 هدف واستقبل 28 هدف، على العكس من نادي الزمالك احرز 53 هدف واستقبل 37 هدف. وده يخلينا نتكلم بشكل اكتر منطقيه. واضح ان هجوم النادي الاهلي قوي جدا، وفكره انك تلعب المباراه ند بند مع النادي الاهلي ده سيناريو هيكون صعب جدا على نادي الزمالك. ايه الحل يا عم عمر؟ اقول لك، نقطه قوتك هتكون في ان انت تقفل المساحات على لعيبه النادي الاهلي، وان انت تعمل تمركز عددي بشكل جيد جدا وتعمل دفاع منطقه. ويمكن شفنا ده بالنسبه للمباريات الكبيره
وازاي المديرين الفنيين بيكون عندهم البراعه في التعامل مع المباريات. يعني شفنا ارتيتا بيتعامل ازاي مع مانشستر سيتي، وعمل لو بلوك وعمل دفاع خرساني من منطقه وسط الملعب ومن خط الدفاع، واستطاع ان هو يقفل مفاتيح اللعب على فريق مانشستر سيتي. ده اللي احنا عايزين نعمله النهارده مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده خط وسط ملعب قوي جدا، يبقى انت هنا نقطه ضعفك في منطقه وسط الملعب، يبقى انا ما العبش في نقطه قوه النادي الاهلي، يبقى انا ما اروحش برجلي للنادي الاهلي. مش هتيجي؟ مش هروح. عايزه تزنقني. زي ما حضراتكم شفتوا كده بالظبط، ممكن تلعب بطريقه 5-3-2 او ممكن تلعب ب 4-3-3، ولكن طبعا الاثنين اجنحه هينزلوا في الحاله الدفاعيه مع ثلاثي خط الوسط، فبالتالي هنا هيكون عندك زياده عدديه في منطقه وسط الملعب وزياده عدديه في خط الدفاع، فبالتالي هتقدر تقفل مساحات وتقفل لعب على النادي الاهلي. السلاح الثاني بالنسبه للنادي الاهلي اللعب على الضربات الثابته، ومهم جدا نادي الزمالك ياخد باله من النقطه دي، وايضا التصويب من الخارج. فبالتالي فكره ان انت تقفل المساحات من منطقه وسط الملعب ومن خط الدفاع وتحاول تحافظ على توازن الفريق وتهاجم على توقيتات من المباراه يكون فيها ليك الافضليه البدنيه من النادي الاهلي، فبالتالي هتقدر ان انت من خلال توظيف لاعيبتك بشكل جيد ان في فترات قليله على مدار المباراه تقدر ممكن تخطف هدف في الفتره اللي انت هتهاجم فيها، فبالتالي هو ده هيكون سيناريو الانتصار بالنسبه لنادي الزمالك. ولكن انا شايف لو هتسالوني مين السيناريو اللي هيكون اقرب بالنسبه للمباراه، انا شايف السيناريو الاول، وده من خلال قراءتنا لعقليه المدير الفني جوميز، واعتقد المباراه هتكون اقرب للنادي الاهلي. ولكن في النهايه مباراه هتكون جميله جدا، مباراه كلنا هنستمتع بيها ان شاء الله، مباراه تليق بالسوبر الافريقي وتليق بالكره المصريه والكره العربيه. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا دايما في ملعب السير زي ما عودناكم، ان شاء الله هيكون عندنا الفتره اللي جايه حلقات متميزه جدا وحلقات استثنائيه وفي منتهى الروعه، وزي ما عودناكم دايما معانا التميز والرياده في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.